تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى إلى المتحف الطاجكستان الوطني. نحن نواصل الجولة في قاعات العرز لمتحف طاجكستان الوطني، وفي هذه الجولة نحن نريد أن نتحدث عن الديانة الزرادشتية وكتابهم المقدس الأفيستا. الزرادشتية هي الديانة الفارسية القديمة، وتعتبر من أقدم الديانات في العالم. وفي امتداد التاريخ الديانة الزرادشتية كانت الدين الرسمي لإمبراطوريات مثل الأخمنية والباريسية والساسانية. في هذه الصورة نحن نرى صورة زرادشت. الزرادشت كان مؤسس لديانة الزرادشتية، ومعنى زرادشت هو الجمل الأصفر. والزرادشت نشر الديانة الزرادشتية في قسم من أنحاء العالم، وكذلك نحن نرى في هذه الخريطة 16 بلاد الآريائية، وانتشر الديانة الزرادشتية في كل هذه الدول، وكذلك ذكر أسماء هذه البلاد في كتابهم المقدس الأفيستا. وفي هذا القسم نحن نرى صورة كعبة زرادشت، وهذه الكعبة تقع بمدينة شيراز في جمهورية إيران الإسلامية حاليا. خماتا خختا خواشتا، حسن القول حسن الظن وحسن الفكر، هذا كان الشعار الرئيسي لديانة الزرادشتية. كما ذكرنا كان الكتاب المقدس لديانة الزرادشتية هو الكتاب الأفيستا، وفي هذا القسم نحن نرى نموذج من كتاب الأفيستا. وهذا الكتاب قد كتب بأمر ملك يشتاس على 12,000 قطعة من جلد البقر بماء الذهب. وفي أثناء الغزوات وخاصة عندما هاجم الإسكندر المقدوني إلى هذه المنطقة قد أحرق هذا الكتاب. وهذا الكتاب كانت مكونة من المختارات والقصائد متعددة، وخمسة من أقسام هذا الكتاب قد وصل إلينا فقط، هذا يشنا، يشتا، وسبراد، وانديداد، وخورد أوستا. كتاب الأفيستا قد كتب بخط الأفيستية، وهذا الخط كانت مأخوذة من خط الفارسية القديمة، من خط البهلوية. وفي هذا القسم نحن نرى نموذج من الخطوط الأفيستية، الكتاب الأفيستا قد كتب بهذا الخط. مشاهدينا الكرام، كما أنتم تعرفون الزرادشتيون كانوا يقدسون أو يؤمنون ب4 عناصر طبيعية: الماء والريح والتراب والنار. وعندما يموت شخص من أشخاصهم في الأسرة هم لا يدفنون أمواتهم في التراب، بل يضعون في قمة الجبال. وعندما يأكلون اللحوم الأموات الطيور الجارحة، وبعد سنة كاملة صاحب الميت يذهب ويأخذ عظامهم ويضعون في هذه المعظمات. وفي هذا القسم نحن نرى نموذج من المعظمات التي يستخدمون الزرادشتيون في تلك الفترة. وفي هذا القسم نحن نرى المعظمة، المعظمة الأصلية قد وجد العلماء من مدينة استراوشن من شمال تاجيكستان، ومتعلق بقرون 7 و8 ميلادي. وكذلك نحن نرى قد نقشت هذه المعظمة بالتصويرات الجميلة. وكذلك في قسم الداخل نحن نرى العظام الإنسان الأصلي قد وضع في داخل هذه المعظمة. هذه المعظمة الأخرى اكتشف من مدينة بنجاكنت، ويتعلق بقرون 7 و8 ميلادي، وهي أيضا نحن نرى في داخل هذه المعظمة العظام الأصلي قد وضع بهذا الشكل. هنا نحن نرى المعظمة التي قد صنعت بشكل أخرى، وهذه المعظمة كانت يستخدمونه زرادشتيون لوضع العظام الأطفال،
يعني هذه المعظمة صنعت للأطفال. يعني الزرادشتيون كانوا يضعون في داخل هذه المعظمة العظام الأتفال. وجدير بالإشارة أن العلماء الآثار اكتشف من مناطق جمهورية طاجيكستان المعظمات المتعددة أو المختلفة، وكانت طريقة أخرى لسن التدفين في ديانة الزرادشتية. هم كانوا يعني يصنعون مثل هذه المعظمة أو الصندوق، ويضعون الميت في داخل هذا الصندوق وبعدين يضعونه على التراب. يعني المقصد الرئيسي من صنع هذا الشكل من سن التدفين هي كانت يعني لا يلوث أو لا ينجس التراب، لأن التراب كان لهم من عناصر المقدس في ديانة الزرادشتية. وعندما تملأ المعظمات بالعظام الإنسان كانوا يضعون في داخل هذا البيت، واسم هذا البيت دخمة أو أبراج الصمت، وهذا كان سن التدفين في ديانة الزرادشتية. وفي قسم الأعلى نحن نرى نموذج من الملائكة الزرادشتية، وهم كانوا تساعدون لإله الخري يعني لأهورامازدا، مثلا ميترا، فروردين، خورشيد وهكذا. وهنا نحن نرى المجامر قد صنعت من الفخار والبرونز بأشكال متعددة، والزرادشتيون كانوا يستخدمون هذه المجامر في معابدهم، يعني يشعلون النار عليها لكي أن ينور داخل المعبد. مشاهدينا الكرام، هذا كان معلومات عامة عن ديانة الزرادشتية وثقافة الزرادشتية ومعتقداتهم. كونوا في بيوتكم وكونوا معنا.